تخيل حد يصحى يوم ويكتشف إن أخوه الصغير ممكن يكون ابنه. دي مش قصة فيلم رعب، دي قصة حقيقية هتخليك تشك إن الواقع أحيانا أبشع من أي خيال. لوغان غيفورد كان أب عادي جدا، وفي ليلة وهو بيغطي بنته قبل النوم دخلت دماغه فكرة مرعبة: إيه لو أخويا الصغير طلع ابني؟ استنى، لأن اللي هتسمعه دلوقتي من أصعب القصص اللي ممكن تسمعها. كل حاجة بدأت سنة 2008 ولوغان عنده 10 سنين بس. حسب رواية لوغان، والدته دخلته أوضتها وقفلت الباب وعرضت قدامه فيلم إباحي، وبعدين اعتدت عليه جنسيا لأول مرة. وللأسف دي ما كانتش مرة واحدة ولا آخر مرة. بيقول إن الاعتداءات استمرت حوالي 7 سنين كاملة، وكل سنة كانت أسوأ من اللي قبلها. حسب روايته، والدته كانت أوقات تاخده لبيوت مهجورة وتخلط الاعتداءات بالمخدرات والسجاير في الوقت اللي المفروض يكون فيه طفل في المدرسة بيذاكر وبيلعب. لكن الصدمة الأكبر لسه ما حصلتش. سنة 2009 أنجبت والدته طفلا جديدا، وبعدها بسنة جابت طفل تاني اسمه ليام. ورغم ان لوغان كان طفل، إلا انه بيقول انه اضطر يربي اخواته بنفسه، لان والديه ما كانوش قادرين يقوموا بدورهم بشكل طبيعي. طفل بيربي اطفال وهو نفسه محتاج حد يحميه. وبعدين جه اليوم اللي غير كل حاجة. في يونيو 2013 العيلة اشترت حمام سباحة صغير بحوالي $600، وكان يوم المفروض يبقى كله لعب وفرحة. لوغان واخواته كانوا بيلعبوا في المية، لكن حسب روايته دخل البيت في لحظة، وهناك اتعرض لاعتداء جديد من والدته. وقال بعد كده انه كان اليوم الأصعب في حياته. خرج من الموقف منهار ودخل الحمام وقفل على نفسه، وفضل يبكي لحد ما نام من شدة الإرهاق. لكن اللي حصل تاني يوم كان أسوأ بكتير. الصبح اكتشف والده ان الطفل ليام اللي كان عنده 3 سنين بيطفو في حمام السباحة، ورغم محاولات انقاذه اتوفى الطفل غرقا. الحادث ده قلب حياة الأسرة كلها، ومعاه بدأت الجهات المختصة في حماية الأطفال تتدخل، واتفتح باب التحقيق في أوضاع الأسرة. وهو هنا السر اللي اتدفن سنين بدأ يطلع للنور. اتخصص للوغان معالج نفسي يساعده يتجاوز اللي عاشه، وفي جلسات العلاج وبعد سنوات طويلة من الصمت قرر لأول مرة يحكي كل اللي كان مخبيه. في سنة 2015 اتقدم ببلاغ رسمي للشرطة وحكى كل اللي اتعرض له على مدار سنوات. وبعد التحقيق ألقي القبض على والدته، وفي النهاية أغلقت القضية بإقرار قانوني يعرف باسم إقرار ألفورد، وهو نوع من الإقرارات لا يعترف فيه المتهم صراحة بارتكاب الجريمة، لكنه يقر بأن الأدلة قد تكون كافية لإدانته أمام المحكمة. وبناء على ذلك صدر بحقها حكم بالسجن من 8 ل 20 سنة، وقضت حوالي 9 سنين خلف القضبان قبل الإفراج عنها إفراج مشروط في يوليو 2024. لكن كل ده ما كانش أكبر مفاجأة في القصة. لما لوغان بقى عنده 17 سنة المعالج النفسي سأله سؤال واحد، سؤال خلى حياته كلها تقف: هل فكرت يوم إن أخوك المولود سنة 2009 ممكن يبقى ابنك؟ ومن هنا بدأت أغرب مرحلة في القصة كلها. لوغان رفض الفكرة تماما، كان شايف إنها مستحيلة. إزاي الشخص اللي عاش عمره كله بيناديه أخويا يكون في الحقيقة ابنه؟ لكن كل ما كان بيفتكر الماضي الشك كان بيكبر أكتر. بدأ يطلب من والده يعمل تحليل DNA مرة و2 وعشرات المرات، لكن حسب روايته والده كان بيرفض في كل مرة، وما كانش قدامه غير إنه يستنى لحد ما بقى بالغ وقرر ياخد الطريق القانوني. وهنا القضية دخلت مرحلة جديدة تماما. في يناير 2025 رفع لوغان دعوى قدام المحكمة وطلب إجراء تحاليل جينية لإثبات الحقيقة. المحكمة وافقت واتعملت الاختبارات،
ولما النتيجة ظهرت كانت أغرب مما أي حد توقع. التحليل أثبت إن لوجان ووالده الاتنين عندهم تطابق جيني بنسبة 99.9 مع الشاب. يعني النتيجة ما قدرتش تحدد مين الأب الحقيقي. تخيل تستنى سنين عشان تعرف الحقيقة، وفي الآخر تطلع الحقيقة نفسها مش واضحة. لكن المحكمة ما وقفتش عند كده. في سبتمبر 2025 قاضي في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا منح لوجان الحضانة المؤقتة للشاب بعد ما والده ما استجابش لإجراءات القضية، وفي نفس الوقت أوصى بإجراء تحليل جيني أكثر دقة على مستوى الجينوم الكامل علشان يحسم المسألة بشكل نهائي. ورغم ان الحقيقة لسه غايبة، لوجان كان قدام قرار اهم من اي تحليل. هل يبعد عن الشاب ولا يفضل واقف جنبه؟ اختار انه يفضل معاه، اختار انه يحميه ويهتم بيه ويعامله بكل حب، لانه بالنسبة له سواء طلع اخوه او طلع ابنه فهو في النهاية شخص محتاج الامان. لكن اصعب لحظة كانت لسه جاية. في احد لقاءاته حكى موقف عمره ما قدر ينساه. كان الشاب قاعد شايل بنت لوجان الصغيرة بين ايديه، وبكل براءة سأله: دي بنت اخويا ولا اختي؟ بيقول ان السؤال ده كل مرة بيتقال بيحس ان جزء منه بيتكسر، لان هو نفسه لسه مستني الاجابة. ومع كل الألم ده قرر يبدأ من جديد، ورغم كل اللي مر بيه قرر لوجان انه ما يسيبش الماضي يسرق منه باقي عمره. دخل مجال الكوميديا الارتجالية، يمكن لأول مرة يلاقي سبب يضحك، وهناك قابل البنت اللي هتبقى زوجته، وبيحكي عن أول رسالة بعتها لها وهو بيضحك، وقال إنها كانت بداية قصة غيرت حياته كلها. أوقات ربنا بيعوض الإنسان في أكتر وقت بيكون فاقد فيه الأمل. وفي أكتوبر ربنا رزقه ببنت، ولما شالها بين إيديه لأول مرة قال جملة لمست قلوب الناس كلها: أنا معرفتش يعني إيه أبوة غير لما بنتي نامت على صدري. الجملة دي كان وراها سنين من الألم، وسنين من الحرمان، وسنين وهو بيدور على معنى الأسرة الحقيقية. لكن في نفس الوقت كان في شخص تاني محتاجه. الشاب اللي عاش عمره كله على إنه أخوه بقى دلوقتي عايش معاه في نفس البيت، بيشارك بنته اللعب، وبيحاولوا كلهم يبنوا حياة جديدة بعيدة عن الماضي. ولوجان بيقول إن مشاهدة الاتنين وهم بيلعبوا مع بعض من أعظم النعم اللي ربنا رزقوا بيها، رغم إن السؤال الكبير لسه من غير إجابة: هل هو أخوه ولا ابنه؟ عشان كده مازال بيجمع تبرعات لإجراء التحليل الجيني الأكثر تطوراً، التحليل اللي ممكن يحسم الحقيقة مرة واحدة وإلى الأبد. لكن لوجان بيقول إن في حاجة واحدة عمرها ما تتغير مهما كانت نتيجة التحليل، وهي إنه هيفضل موجود في حياة الشاب ويدعمه ويحبه ويعتبر نفسه مسؤول عنه، لأنه بالنسبة له العيلة مش مجرد تحليل DNA، العيلة هي الشخص اللي بيقف جنبك لما الدنيا كلها تسيبك. لكن المفارقة اللي تخليك تقشعر إن الحقيقة الرسمية لحد النهاردة لسه ما اتحسمتش بشكل نهائي، والعالم كله مستني. هل هيؤكد التحليل المتقدم إن الشاب أخوه فعلا، ولا هيثبت إنه ابنه البيولوجي؟ وساعتها بس هنعرف هل دي أغرب قصة عائلية في العصر الحديث، ولا أغرب مأساة إنسانية ممكن يعيشها إنسان.